ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدي السعودية الرياضية في كل مكان. مرحبا بكم في هذه المباراة الودية الدولية التي تجمع منتخبنا السعودي مع منتخب مالي في ختام المعسكر الذي يقيمها المنتخب السعودي في البرتغال، وبالتحديد في مدينة بورتيماو الساحلية في جنوب البرتغال، وبالتحديد في الملعب الخاص بنادي بورتيمونينسي أحد أندية الدوري البرتغالي. يظهر منتخبنا بهذا التشكيل باختيارات الإيطالي روبرتو مانشيني بوجود لاسين سينايوكو أيضا مع أوسير، وهذه محاولة أولى ولقطة وتألق من العويس في إبعاد هدف أول محقق في لقطة وانفراد مباشر مع الحارس الرائع محمد العويس في اللقطة الماضية، وتدخل من سلمان تنقل إلى الجهة اليمنى عند تراوري الظهير الأيمن لاعب ريال سوسيداد، والآن خطأ لمصلحة خطأ هذه المرة البطاقة الصفراء، هذه المرة موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال سابقا، وهذه محاولة الآن داخل منطقة الجزاء وهدف أول يأتي لمصلحة مالي. هدف من ثاني محاولة بعد انفراد كان من دياباتي. جاء الهدف الأول من موسى دومبيا مهاجم سوشو الفرنسي بعمر 29 سنة في تسديدة ولقطة كان من الممكن أن يتم في مثل هذه اللقطات لا كان في تغير الاتجاه، في لمسة سريعة في العمق وتدخل مرة أخرى من بليهي، لكن العودة في المكان المناسب. العرضية تلعب بشكل ممتاز وتألق من إسماعيل ديوار تسلل، لكن الحكم الآن يعطي فرصة لاكتمال الهجمة وتسديده وهدف يسجل ولا يوجد تسلل. اللاعب اللي كان من البداية مصر على أن يضع بصمته في هذه المباراة وأن يسجل هدفا في مرمى المنتخب السعودي حصل على مراده في اللقطة الأخيرة في كرة كان فيها شك في وجود تسلل. شوف هذه الإعادة في شك كبير بوجود حالة تسلل على سيلغى فعلا. ألغي الهدف، هذا كانت واضحة من البداية وسط حيرة من إيريك بريرا. تقطع ومرور انطلاقة من الرائع الظهير الأيمن تسديده وهدف ثاني. هذه المرة لا يوجد تسلل. تخيل أن الظهير الأيمن تراوري ظهير أيمن ريال سوسيداد هو من كان في انفراد مباشر مع حارس المرمى، هو اللي استخترق الدفاع واستطاع أن يواجه العويس ويضع الكرة في الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الثاني لمنتخب مالي في شوط أول للنسيان بالنسبة لمنتخبنا حقيقة. بعد شوف اللقطة استلم ووجد المسافة وسدد بهذه الطريقة في الزاوية البعيدة وجاء الهدف الثاني. شوف الظهير الأيمن بإمكانيات مهاجم ظهير مثلا تأمين الدفاعات. هنا تدخل وخطأ يستحق بطاقة صفراء حقيقة التدخل الأخير، لكن حكم المباراة يكتفي بخطأ. حديث مستمر روبرتو مانشيني مع مساق الجهة اليسرى في محاولة جيدة. الآن نصل للمناطق القريبة من منطقة الجزاء. سالم من نفس هذا المكان لقطة الله في الأوقات الصعبة يظهر سالم الدوسري. تظهر قيمة الأفضل في آسيا، تظهر قيمة الأفضل على مستوى القارة بلقطة فردية عالية المستوى تذكرنا بما حدث في العاصمة القطرية الدوحة أمام الأرجنتين في تلك اللقطة، لكن هذه مختلفة نوعا ما، لكنها جميلة جدا في الزاوية البعيدة. سنشاهد أيضا بعدها منتخب مختلف بدخول فراس. تمريرة تأتي أيضا لموسى على مستوى الطرف الأيسر وتسديدة، لكن الحارس أرضية الميدان. الكرة تصل عند كانو بالخطأ. موسى مرة أخرى يبحث عن هدف. تمريرة وكرة تضيع بشكل غريب بعد خطأ كبير في دفاعات المنتخب السعودي. الأخطاء الفردية البسيطة العادية
هي اللي ممكن تفقدنا حالة التحسن اللي يعيش الآن اللاعبين المنتخب السعودي. لكن شوف هذه تبعد بعشوائية مع وجود شك في وجود تسلل، لكن اللعبة مستمرة والهجمة مستمرة وهدف يسجل، هدف ثالث يسجل عن طريق سينا يوكو لاعب أوسير الفرنسي، يضع بصمته لاسيني. شوف الوقوف. شوف اعتقد ان ما فيها تسلل، اعتقد ان كانه اللقطه الماضيه كسر التسلل. هذه تفسيرات كثيره الا ممكن، لكن هذه الان محاوله لتسجيل الثاني، لما لا؟ في محاوله غريبه ضاعت في اول لقطه تضيع على المنتخب السعودي، وتسديده بعد ذلك تنتهي. موسى في مواجهه مع ياسر، موسى يحاول المرور التسديد، لكن هذه المره سهله لمحمد العويس. يلتقط محاولة موسى دومبيا صاحب أول الأهداف هذه المباراة في الدقيقة 14 من أحداث الشوط. من العمري صعبة أمام المالكي، قطعت، عادت مرة أخرى، تدخل أمام إبراهيم، لكن إبراهيم مستمر في هجمته وتمريرته، وفي النهاية قطعت، وصلت عند سالم لينقذ الموقف، لكن حكم المباراة يضطر لإيقاف اللاعب ليطمئن.